بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على بشير نذير. وبعد، بعض الآباء عندهم حرص شديد على أبنائهم، فيقومون بتقسيم التركة اللي عندهم أموال وترائك، يخافون على أبنائهم من الضياع ومن الشتات والمشاكل المستقبلية، فيقومون بتقسيم التركة على أبنائهم في حياتهم، ولكنهم لا يفكرون ويغفلون عن قضية واحدة، أن أبنائهم لا يتورعون في هذا المال. يعني يقوم تقسيم التركة حتى يحافظ عليهم من المشاكل وغيرها، ولا يترك لنفسه شيء، ثم يقرر أسبوع عند فلان وأسبوع عند فلان وأسبوع عند فلان، أو يوم بيوم أو شهر بشهر. فلكن الأب هنا يأتي يرجع عند أولاد لا يخافون الله، يتندم ويتحسر، بدل ما أن كان صاحب ثراء وصاحب مال أصبح مطلب عند أبنائه، أصبح مطلب يطلب عند أبنائه، أصبح مسلوب الإرادة، مسلوب الكرامة، مسلوب من كل شيء. لكن على الآباء دام أنهم حريصين على تقسيم التركة في حياتهم خوفا على أولادهم من المشاكل والضياع وغيرها، عليهم أن يقسموها ويوزعوها ثم يضعونها في الأدراج، ويلزمونهم كل واحد يأخذ نصيبه بعد أن يموت، بعد موته، أو أنه يقسم لهم أجزاء مبسطة ثم يعطي لنفسه جزءا يكون بملكه وتحت تصرفه، حتى لا يعبث به الأولاد. فهنا أولاد، قلنا وجدنا أولاد لا يخافون الله، لا يوجد لديهم ضمير ولا يوجد لديهم إنسانية، يتركون آبائهم الذي ورثوا والذي عملوا واجتهدوا، يتركونهم يعني في الشارع، يتركونهم مسلوبين الإرادة ومسلوبين كل شيء. فما دام الأب أن يكون حريص على أولاده، عليه أن يحسب، أن يكون في باله هذا الحساب، ويحسب هذا الحساب أنه سيصبح مسلوب من كل شيء عند هؤلاء الأولاد إلا من رحم الله، فأن يقسم هذه التركة ويضعها على جنب ويلزمهم، قال: إذا مت عليكم أن تلتزموا بهذه القسمة التي قسمنا بينكم. وعلى الأب أن يراعي الله وأن يخاف الله ويخاف لقاء الله بالقسمة وبالتساوي بين أبنائه. كذلك الآباء الذين يعملون ويجتهدون ثم أصبح أبنائهم في مصفات الرجال، يعني يأتي إلى فترة من الفترات يقول: خلاص أنا أريد أن أرتاح، أريد أن أفتهن. عليك أن تحسب أيها الأب، أن تحسب حسابك لهذا الموقف، أنك ستستمر وسترتاح سنة إلى سنتين إلى 3 إذا كتب الله لك في الحياة، ولكن بعدها ستندم. سيأتي أولادك يعني يمنون عليك، سيأتي الأولاد ينسون كل شيء قدمته لهم، فيصبح